تعمد مجموعة من المدارس الأجنبية المرخص لها فتح أبوابها بالمغرب تدريس مضامين مخالفة لثوابت المملكة المغربية، خاصة الترويج لما يسمى المثلية الجنسية حقوق المثليين، في ظل مذكرات محتشمة للوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين دون أي تدخل عملي على أرض الواقع. وتتوالي شكايات الآباء والمدرسين من هذه المضامين المفروضة عليهم، والتي تربك لدى النشأ مفاهيم الأسرة ومكوناتها وتصل في بعض الأحيان إلى زعزعة المعتقدات الدينية. وفي هذا الصدد، تواصل آباء ومدرسون مع جريدة العمق بعد نشرها للتحقيق المعنون الشذوذ الجنسي في مقررات مدارس كندية بالمغرب يؤثر على سلوكات تلاميذ الابتدائي، يشتكون من مضامين مماثلة في مقررات المدارس الإسبانية كذلك، كما حصلت العمق على صور وفيديوهات حفل يروج للمثلية الجنسية نظمته مدرسة كندية ودعي له ممثل السفارة الكندية بالمغرب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وفي هذا الصدد أيضا، اعترفت مذكرة وزارية منتصف شهر يوليوز الماضي وتم تعميمها على الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين بأن بعض مضامين الكتب المدرسية والدعائم البيداغوجية المعتمدة ببعض المؤسسات التعليمية التي تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا لا تحترم قدسية الثوابت والقيم الوطنية والدينية لبلادنا. ودعا الوزير شكيب بن موسى مدراء الأكاديميات إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان الالتزام الصارم والدائم للمؤسسات التعليم المدرسي التي تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا ضمن برامجها الدراسية وكتها المدرسية، باحترام الثوابت الوطنية والدينية القائمة على الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية والترأب والهوية الوطنية الموحدة بانصهار مكوناتها وتحدد روافدها والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطية وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية. كما طلب الوزير من المدراء التحلي باليقظة اللازمة وإعمال آليات التتبع والمراقبة التربوية والإدارية الضرورية من أجل ضمان احترام الثوابت والقيم الوطنية والدينية ومقدسات الأمة المغربية من طرف المؤسسات المعنية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تشرفون عليها، مع الحرص على التطبيق الصارم في حق المخالفين للإجراءات الإدارية والعقوبات المقررة بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.